ولان ده كاس عالم مش اي كلام، الواحد قال مش هيسجل فيديو يوتيوب بس، لا لازم نبارك تاني وتالت وعاشر للمنتخب المغربي الفوز بكاس العالم. بطل عالم يا جماعه، بطل عالم. انت عارف يعني ايه بطل عالم؟ احنا كنا يعني واحنا صغيرين كده نحلم ان انت تاخد منتخبك وتبقى تسجل هدف الفوز بكاس العالم ولا كاس الامم ولا. ده حقيقه، ده حقيقه. النهارده عيال عندها 20 سنه، مش عيال بقى، اسود الاطلس اللي عندهم 20 سنه بياخدوا كاس العالم. صدفه؟ لا مش صدفه. انت الغريب في المغرب، او مش الغريب، اللي يثبت لك ان ده تخطيط، انت عاده بيجي لك جيل كويس، الجيل ده يبتدي معاك من وهو في الشباب فيكبر في الاولمبي، فيكبر في المنتخب الاول، بعد كده يبتدي ايه يعني مستواه ينزل 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 ينزل، او اللعيبه تشبع او ايا كانت. لكن اللي حصل ايه؟ المغرب بالعكس، او احنا شفناها بالعكس. شفنا المنتخب الكبير حقق رابع العالم، بعد كده بعدها بسنه شفنا او سنتين شفنا المنتخب الاولمبي اللي هو الاصغر منه يحقق برونزيه الاولمبياد، بعدها دلوقتي المنتخب الاصغر منهم بطل عالم اللي هو المركز الاول. فانت مش الجيل نفسه بيكبر، لا ده انت مطلع اجيال. ده انت في جيل الكبار اوريدي رابع العالم، الجيل اللي بعديه اوريدي برونزيه العالم، ثالث العالم، وادي جيل لسه طالع اهو، طالع كبير، مولود كبير، مولود بطل عالم. قمه الجمال يا جماعه. المغرب تاني هرجع اقول، طبعا المصريين بيتفرجوا معانا على الفيديو عارفين اللي فيها، وعارفين المغرب او انديه المغرب ومنتخبات المغرب. احنا في التسعينات وحتى بدايه الالفيه كان عندنا عقده شديده من المغرب. احنا قعدنا 31 سنه مش عارفين نفوز على المغرب كمنتخب، ومع ذلك المغرب ما بتحققش بطولات ومصر هي اللي بتحقق. يعني في ال 31 سنه اللي مصر ما قدرتش تفوز فيها على المغرب، مصر حققت كاس الامم 86 و98 و2006 و2010 و2008 و2010، خمسه كاس والمغرب زيرو. ومع ذلك انت مش عارف تفوز عليهم. المواجهات المباشره يا راجل، ده انت في عز جيل حسن شحاته اللي فاز على الكاميرون اربعه، وعلى كوت ديفوار اربعه، وعلى مين تاني، وعلى غانا، وعلى جه عند المغرب وما عرفش يفوز على المغرب في القاهره. في القاهره ما عرفناش نفوز على المغرب وتعادلنا 0-0. الجوهري اللي ودانا كاس عالم ولعبنا معاه كاس عالم ما عرفش يفوز على المغرب في القاهره وفي المغرب وفي كل حته في الدنيا. فالمنتخب المغربي زمان كانوا بيلعبونا بطريقه، يعني حتى احنا دايما نقول طريق لعب شمال افريقيا، والمنتخب المغربي كان استاذ تضييع وقت، وستايلهم دايما ان هو ايه، هات جون وقفل وضيع وقت ومش عارف ايه. دلوقتي احنا لما لعبنا المنتخب المغربي في كاس الامم 2022، في بدايه 2022 مع كارلوس كروش لما كان ماسك المنتخب المغربي، وكان وليد الرجراجي هو اللي ماسك منتخب المغرب. كروش ماسك مصر والرجراجي ماسك المغرب. ما بقاش فيه ستايل تضييع الوقت، بقى فيه كوره، بقى فيه كوره بس، بيلعبوا كوره. كان بقى يعني كان اشرف حكيمي وبونو نفس المنتخب اللي انتم شايفينه دلوقتي، الكلام الماتش ده من سنتين ثلاثه مش من بعيد يعني. ما بقاش في بقى العاده بتاعت زمان اللي شفناها في الجيل القديم بتاع النايبت وبصير صلاح وكاماتشو وشيبو ومصطفى حجي ويوسف حجي وجواد زايري والناس دي. مفيش تضييع الوقت، في لعب، في كوره، في العب ومشي والعب على المكسب وهتجيب المكسب. بقى في كوره ممتعه. شفنا النتيجه بقى، الحصاد شغال. الحصاد انت مش شغال من 22، الحصاد شغال من قبل كده. الحصاد من يا جماعه، في رئيس الاتحاد المغربي، رئيس الاتحاد المغربي اللي هو فوزي الأقجع، اللي هو بيسموها الجامعة الملكية المغربية، تقريبا ده اسمها، يعني حبايبنا في المغرب لو يأكدوا لي الاسم يعني. فوزي الأقجع ده كان رئيس نادي نهضة بركان. في نهضة بركان ده نادي للناس المتابعة الكرة العربية والكرة المغربية، ما كانش موجود على الخريطة. احنا زمان زمان في التسعينات كان في جمعية الحليب، نادي جمعية الحليب، اللي بعد كده بقى الأولمبيك البيضاوي المغربي، وبعد كده بقى عندك الوداد، واولمبيك البيضاوي المغربي نفسه بقى، يعني فكرونا حصل تقريبا اندماج مع الوداد او الرجاء البيضاوي المغربي، حاجه زي كده يعني. فعندك الرجاء وعندك الوداد، وطبعا عندك الجيش الملكي المغربي في الرباط، وبس هم دول انديه المغرب اللي دايما بيفوزوا بالبطولات. في منتصف العشريه الماضيه ظهر نادي نهضه بركان برئيسه فوزي اللقجع باقل الامكانيات، ظهر على الساحه الافريقيه. الاول ظهر على الساحه المحليه، بعدين ظهر على الساحه الافريقيه، ابتدينا نشوفه في كاس الكونفدراليه، فاز بيها كذا مره، وحتى وصل لنهائي كتير وخسر. يعني هو فاز على بيراميدز اللي مؤخرا فاز بالسوبر الافريقي،
بيراميدز فاز بالسوبر الافريقي على حساب نهضه بركان، وزمان 2021 او حاجه زي كده نهضه بركان فاز بالكونفدراليه على حساب بيراميدز، ونهضه بركان خسر الكونفدراليه مرتين من الزمالك. وطبعا بقى فاز بيها كتير في النص. والوداد المغربي زي ما انت شايف خدها من الاهلي مره والتانيه وخسر من الاهلي، والرجاء نفس الكلام. فالانديه المغربيه بقت ضيف دائم في مباراه السوبر الافريقي، لان هم دايما ضيف دائم في نهائيات بطولات افريقيا للانديه. ده على مستوى الانديه. فخد بالك الموضوع مش بس منتخب، مش بس الموضوع تقول لي والله اكاديميات واللعيبه اللي مهاجره بره واللي معاهم باسبورات بلجيكيه وهولنديه وفرنسويه. لا يا باشا، ده لما اكلمك من جوه البلد، الناس اللي عايشين جوه المغرب وبيلعبوا في انديه مغربيه، هم الناس دي ابتدى الموضوع منهم. بقى في اكاديميات وبقى في بدايات وبقى في تعليم وبقى في تاسيس للناشئين. والتاسيس ده خد بالك، التاسيس ده مش ان تلعب تمرين وروح، مش تمرين. التاسيس ده اكل وشرب ونوم ولايف ستايل ولايف ستايل ولايف ستايل. حط لي تحتها 100 خط. ان مفيش سهر، ان منتاليتي، ان نفسيتك تبقى عامله ازاي، في البيت تتعامل ازاي، وحاجات كتير، وتعليمك. الموضوع مش هو خلاص اضرب عرض الحائط وتفرغ ارمي كل حاجه وركز في الكوره، لا. النتيجه بقت ايه؟ النتيجه بقى ان عندك لعيب كوره متكامل. الكلام ده النهارده؟ لا، الكلام ده بقاله سنين زي ما قلت لك. ابتدى يسمع في المنتخب المغربي. وخد بالك هم لسه قدامهم مشوار. صحيح هم في العالميه انجزوا، لكن لسه كاس افريقيا اتفرج، ولسه البطولات على مستوى كاس الامم على مستوى كاس العالم لسه اللي جاي احسن ان شاء الله، والالقاب. فابتدى يبقى عندك اجيال بقى. ليه؟ السيستم محطوط. هو ده هرجع بقى اتكلم عن مصر بقى. هو ده اللي احنا مفتقدينه. مفيش سيستم. مفيش سيستم يا باشا. اللي بيجي بيهد اللي قبله ويبتدي يشتغل على نظافه. انت النهارده رئيس الاتحاد هنا بوريده. هنا بوريده ده انا يمكن دي ثالث او رابع مره اشوفه رئيس اتحاد. وشفت مثلا مرتين اللي هو الدهشوري حرب، هو دايما بيتقال كده اللي هو الدهشوري حرب. وشفت 3 4 مرات سمير زاهر، ومرتين جمال علام. ادي يا عم اتحادات الكوره من ساعه ما انا وعيت على الكوره. بقى لي بحاجه و30 سنه بتفرج على كوره. هي دي بقى يا معلم اتحادات الكوره في مصر. وكان طبعا زمان 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 عبد المنعم عماره، ايام ما كان، لا ما كانش رئيس اتحاد، كان وزير الشباب والرياضه او رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه. لكن اتحادات كوره هي اللي انا قلتها لك دي. وكان في عبد الاحد جمال الدين والناس دي. ده في الثمانينات. بيسلموا لبعض. طب بيعملوا ايه؟ هل بيكملوا على شغل بعض؟ لا. طب هل بتكمل على شغل نفسك؟ برضو لا. تخيل، بتكمل على شغل نفسك. يعني انت يا هاني يا بوريده، انت كنت موجود في اتحاد الكوره اخر مره، يعني اخر مرتين. ساعه كارثه بورسعيد كنت انت رئيس الاتحاد في 2011 2012. بعد كده مشيت. بعد كده جيت تاني 2018 2019. وبعد كده مشيت. بعد كده جيت دلوقتي. هل انت بتكمل على شغلك؟ هل انت كان في مشروع في دماغك في 2011 والنهارده بعد 13 14 سنه عملت فيه حاجه؟ بتحضروا في الاجتماعات تعملوا ايه؟ انت كان معاك عمد في الكوره. ده خد بالك، ده في النص كان في احمد مجاهد اللجنه الثلاثيه اللي هو الراجل بتاعه. يعني يعتبر هنا بوريده هو اللي كان ممشيها. وهنا بوريده لما هنا بوريده لما كان بيمشي اتحاد الكوره ما كانش بيلبس جلابيه يقعد في البيت. كان بيبقى في الفيفا. يعني برضه في المطبخ. يعني لو عايز، لو عنده خطه او برنامج او ايا كان في ايده ان هو ينافذ انه ينفذها ويتابعها. لكن تاني هقول لك الملخص ايه. الملخص ان كل بيجي يهد يا باشا اللي اتعمل. جلال علام ولا جمال علام؟ جمال علام. جلال علام ده كان بتاع غرائب وطرائف ومواقف، ولا كان البرنامج مواقف وغرائب وطرائف. جمال علام ده اللي كان رئيس اتحاد كوره. عمل ايه؟ كان معاه بركات وحازم امام، احسن يعني بص، مع الزملكاويه والاهلاويه في جيبه. عمل ايه؟ ما عملش حاجه. خطتك ايه؟ ما فيش حاجه. طب انت سبت حاجه لهاني ابو ريده يكمل عليها؟ لا، ما حصلش. طب انت لما استلمت هاني ابو ريده اصلا قبليه كان في حاجه؟ او احمد مجاهد كان في حاجه؟ لا. طب انت لما استلمت يا ابو ريده من الدهشوري حرب، ولا من سمير زاهر الله يرحمه، ولا ما فيش والله، كله لم يكن. ما فيش خطه يا راجل. فانت بتعتمد على ايه؟ بتعتمد ان يجي لك جيل رباني كده، يطلع لك جيل تبقى انت محظوظ، يطلع لك جيل هو اللي ربنا يوفقه. فبتبقى الانجازات عشوائيه بمعنى الكلمه. عشان كده انت كاس الامم خدتها 2006 2010 3 مرات في جيل. انت جالك شويه لعيبه. طبعا الاهلاوي يقول لك عشان الاهلي كان جامد، والزملكاوي يقول لك اصل مش عارف ايه.
ايا كان، انا بتكلم على جيل طلع لك لعيبه ايا كان انتمائه، واخد بالك؟ ما حسن شحاته كان زملكاوي، طلع لك جيل بمدرب ملتزمين حابين بعض، الدنيا مشت. كاس العالم 90 لما وصلت له كان جيل الدنيا مشت. على مستوى الشباب دي انت تاهلت كاس العالم للشباب دي 81 جيل طاهر ابو زيد، 91 جيل كان لا مش علي ماهر، كان جيل اللي قبليه مش فاكر الاسامي تقريبا، مش فاكر الاسامي عشان مفتيش. و2001 الجيل الذهبي بقى بتاع شوقي غريب، وكان بقى ايه جمال حمزه ووائل رياض وكان تالت، وطلعت ثالث العالم. تمام، رغم انك اتغلبت 7 في دور المجموعات، مش موضوعنا. بعد كده 2003 جيل حسن شحاته، كان معاه اكرامي وعماد متعب وعمرو زكي والناس دي. بعد كده انا بقول من الذاكره يعني، بعد كده 2013 ريحت لحد، لا رحت كاس العالم بتاع شيكابالا 2005، كان شيكابالا في الفرقه. وبعد كده رحت 2013 مع ربيع ياسين اللي كسبنا البطوله، احنا كسبنا البطوله 2003 2013 بس افريقيا يعني، وبعد كده بسببها رحنا كاس العالم. المحصله اللي عايز اقوله ايه، انت بتستنى يجي لك جيل شيطاني كده او رباني، يجي لك جيل انت محظوظ بيه يكسبوا بطولات، غير كده انت بتخطط الاجابه لا. طب انت في دماغك في حاجه، الاجابه لا. المنتخب انت لولا ربنا كرمك بصلاح انت كان زمانك في مؤخره الركب، لولا ان ربنا كرمك بصلاح انت شيل صلاح من المنتخب ترجيع، ترجيع مع كامل احترامي. وطبعا يزن ما بتختار انت النهارده المنتخبات كلها لعيبه اسامي ثلاثيه، الجيل اللي طالع ده. ما بتكلمش على المواهب، او هقول لك حاجه، كل اللعيبه مش عارف فلان خالد بيبو، ابن خالد بيبو، وابن سيد معوض، وابن سيد الحفيظ، وابن احمد شوبير، وابن مش عارف ايه. هقول لك حاجه هتقول لي يا عم ما العز دي لعيبه وكويس، انت شفت ما ديك شايف مصطفى شوبير عشان خد فرصه. ما هو ما ينفعش يبقى واحد بيلعب في الاهلي ومش جامد وما يتعلمهاش. شوبير جامد بس في كام واحد اجمد منه، لو كان خد ربع فرصته كان بقى صلاح جديد، كان بقى حضر جديد. صح ولا لا؟ كام واحد ما خدش الفرصه دي لان فرصته اتاخدت من واحد عنده واسطه، فبالتالي بقى فلان الفلاني، فبالتالي بقى حاجه. لكن انا عارف وانت عارف ان الكره دي لعبه الغلابه، والنجوم اللي بتطلع عشان هي اهاليها ما كانتش حاجه. الاستثناء الوحيد هو حازم امام، واحنا عارفين حاله في المليار ان لعيب يطلع احرف من ابوه. يعني ده اللي عايز اقوله، انه يبقى احرف من ابوه. انما الاب والابن اللعيبه في كتير، ما من ايام هشام يكن. لكن ان الابن يبقى احرف من ابوه انا شفتها في حازم، ما شفتهاش في حد تاني. قولوا لي في التعليقات لو في حد تاني. فهرجع اقول لك انه طول ما في الوسايط دي والفلوس شغاله، واخد بالك، انت مش هتلاقي مواهب جديده تضيف للمنتخبات، وبالتالي الفساد مستشري، وبالتالي انت مش هتعرف تعمل خطط، وبالتالي هتفضل تبص للمغرب وهي رايحه بعيد وانت قاعد مكانك محلك سر. مش محلك سر، انت انتبه من فضلك، السياره راجعه على الخلف. وهتفضل نتحسر وهنفضل نقول المغرب دي اللي كلنا بنلبها، والمغرب دي انت معاك كام كاس هم يكملوا يا باشا، ربنا يوفقهم بقوا بطل عالم، هيروحوا فين تاني؟ هيكملوا بقى ان شاء الله على الفريق الاول، وكمل وكمل وكمل. وانت اقعد على الذكريات زي ما احنا عايشين على 5000 سنه حضاره، وزي ما اثيوبيا عايشه على كاس من سنه 63، والسودان على كاس من سنه 70، واللي كمل بقى زيهم. الجاب بتكبر وهتفضل تكبر طول ما انت مش عارف بكره في ايه، وما تحاولش تشتغل عشان انت تسبق بكره قبل ما بكره يسبقك، وتيجي تلاقيه قدامك بمعطياته وبظروفه، وانت وحظك. احنا صيادين، بنصحى الصبح يا رب يبعت لنا جيل كويس، يا رب يبعت لنا لعيبه، ويرجع يقول لك مصر ما فيهاش مواهب. انت 120 مليون يا بيه، انت 120 مليون يا بيه، انزل اتمشى في الشوارع هتلاقي لعيبه، بس معهاش. اسمع قصه صلاح، اسمع قصه النني. انت ربنا كرمك باتنين لعيبه، كان واحد في ليفربول واحد في ارسنال، ودلوقتي واحد في ليفربول واحد في السيتي. هتروح فين تاني؟ مبروك المغرب، مبروك المغرب، مبروك للرجاله، مبروك للناس اللي بتحب بلدها، مبروك للناس اللي بتحب بلدها. هي دي مربط الفرس. الناس اللي بتحب بلدها اكتر ما بتحب نفسها. هتحب نفسك هتشتغل عشان نفسك ومش مهم البلد، لكن هتحب البلد هتشتغل عشان البلد، وتشتغل على اتحاد، على منتخب بلدك واتحاد كرة بلدك اكتر ما هتخدم مصالحك. الرسالة واضحة، مفيش اوضح من كده. هذا كل ما لدي، مستني اسمع لديكم في التعليقات. اسمع مبروك للمغرب، وان شاء الله منها للاحسن.
وده النكست اللي ورايا ده، هو ده اللي جاي ان شاء الله، كاس العالم الكبير. ليه لا؟ قدها وقدود ان شاء الله. شكرا، ونشوفكم فيديو جاي ان شاء الله.